بقى في ريحة جميلة كده هي ريحة رمضان اللي بنستناها كل سنة. السنة دي قررت أبدأ الاستعداد بدري، مش بس في الخزين والتحضيرات والحاجات اللي احنا بنقول عليها كلها، كمان قلت أبص لنفسي ولصحتي ولجسمي عشان دخول رمضان يبقى إن شاء الله بصحة وعافية وجسمنا مستعد للصيام. السنة دي كانت في الصيام المتقطع، فعلا سحر. بتعملي دايت من غير دايت، يعني بناكل أكل البيت كامل وإحنا عاملين دايت. يعني أنا عندي مقاومة أنسولين، فالموضوع عندي صعب شوية، بامنع سكر وعيش وباعمل صيام متقطع. غير كده كل حاجة سهلة، بتاكلي أكل البيت طبيعي جدًا. يعني أنتم شفتوا أنا باشرب مشروب الصبح ينسون من غير أي سكريات أو أي حاجة، وفطاري بيكون بيض، جبنة قريش، خيار، طماطم، كابوتشا، أي حاجة خضرا. أنا ما كانش عندي النهارده أي حاجة خضرا، عملت بيض وطماطم بس على قدّي، كلتهم من غير عيش. لازم فطارِك بعد الصيام المتقطع يكون من غير أي نشويات، يعني من غير أي عيش. وكمان الصيام بيبدأ من 12 ساعة ل16 ساعة، أنتِ حسب قدرات جسمِك، كل اللي يقدر يصوم، يصوم، يعني أنتِ قادرة 12، 14، 16 ساعة يكون أفضل. أنا بافطر كده من غير أي نشويات، وهو ده الفطار الصحي للصيام المتقطع. بعد كده الصيام المتقطع معناه إن أنتِ مش تنقنقي طول النهار، يعني مش كل ما أنتِ عايزة سناكس تاخدي في نُص النهار، لأ، الأكل كله يكون على بعضه. يعني أنا فطرت وخدت على طول حتة البطاطا دي. زي ما قُلت لكم إحنا ما بنحرمش نفسنا من أي حاجة، بطاطا عادية خالص بنعملها في البيت ناكل منها، أي حاجة بنعملها في البيت بناكل منها، بس اللي أنا مانعاه تمامًا السكر والعيش. ممكن أنتِ لو حالتِك الصحية تسمح، ممكن سكر الدايت، ستيفيا، أي حاجة تبدئي تاخديه. والغدا زي ما أنتم شايفين كمية رز محترمة، وسمكية مشوية، وسلطة. كمية الرز اللي أنا باخدها كتيرة عشان أنا جسمي ما بيستحملش إن أنا أقل نشويات، يعني باخد رز زي ما أنا عايزة وباخس. فأنتِ خدي الرز اللي أنتِ عايزاه، وخدي مثلًا سمكة مشوية، ربع فرخة، حتة لحمة، أي حاجة بروتين. الصيام المتقطع بيعتمد على إن بروتينِك يكون زيادة في الأكل، ونقلل الحاجات التانية. هي فكرة جميلة وحلوة، وحلاوتها كمان إن أنتِ زي ما أنا قُلت بتاكلي من أكل البيت طبيعي جدًا، ما بتعمليش أكل مخصوص للرجيم. بعد الغدا خدت سناكس 5 بلحات، المفروض 3، بس أنا ما باقدرش أقاوم فباخد 5. 5 بلحات بتاخديهم بعد الغدا، وبعد الغدا على طول ما بنسيبش فاصل، ما بنعملش فاصل بين السناكس والوجبة، بناخدها كلها مع بعضها. بعد كده بقى لو أنتِ إحنا بنبدأ صيام من الساعة 08:00 للساعة 12:00 مثلًا. أنتِ مش قادرة تاخدي بعد كده عشا، ما فيش مشكلة. وطبعًا أهم حاجة في الصيام أو في الdiet أو في إنِّك عايزة تعملي حياة صحية هي المَيّة.